يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله أمركم بأمر فبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كيف لا نصلي عليك وقد صلى الله عليك؟ كيف لا نصلي عليك وقد صلت عليك الملائكة؟ قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحباب رسول الله، يا أمة الجمعة، يا أمة القرآن، يا جيران الله الواحد الديان، أهديكم سلاما لو صعد إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. أهديكم سلام أهل الجنة، وأسأل أن الله عز وجل أن تكونوا وأن نكون من أهلها، فأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، هنيئا لكم يوم يذهب اليهود إلى بيوت الشيطان والنصارى إلى بيوت الصلبان والمجوس إلى بيوت النار، وتغدون أنتم إلى بيوت الرحمن جل جلاله. قال ربنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيام مباركات، إنه يوم الجمعة، هذا اليوم الذي فضله الله عز وجل والذي ستقوم فيه القيامة. ما من بهيمة إلا وهي مسخية يوم القيامة، أي ملقية بسمعها تخاف من قيام الساعة. هذه البهائم أحبة رسول الله تخاف وتستعد يوم القيامة خوفا من أن ينفخ صاحب الصور في صوره. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء والصالحين. إنه يوم القيامة أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة عظمته وعرفت قدره حتى البهائم، فما بالك بالإنسان من أمة محمد صلى الله على نبينا محمد. يا خير مبعوث وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. يا أحباب رسول الله دائما وأبدا مع قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الكثير منا من يردد هذه الكلمة ورنا عايشينها. يقول الكثير منا: لقد ضاقت الأرزاق، صعبة الحياة كما يقول الناس، صعبة الحياة والرزق ولا صعيب أحبة رسول الله. لماذا؟ سؤال يطرح نفسه، لماذا ضاقت الأرزاق؟ ونعم ضاقت الأرزاق يا أحبة رسول الله. تلاحظوا الحياة كما كانت كما راهي اليوم؟ أنتم تلحظون الحياة كما كانت وكما راهي اليوم يا أحبة رسول الله؟ أبدا. ومن يقول راهي كيف نقول له: كذبت، والله كذبت. الحياة تبدلت وتغيرت، هي الحياة ما تبدلت ولكن الإنسان هو الذي تبدل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صح، الناس راهم في ضيق من العيش أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول: اليوم أنا نبحث على عمل وما لقيتش عمل. نعم صحيح ما لقاش عمل لي أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضاقت الحياة وضاقت الأرزاق. لماذا؟ اسمع لماذا: فسدت الأخلاق فضاقت الأرزاق. ضاعت الأخلاق فضاقت الأرزاق. ضاعت أخلاق ولا ما ضاعتش يا أحبة رسول الله؟ والله ضاعت الأخلاق إلا عند من رحم ربك، إلا عند من رحم ربك. ضاعت الأخلاق فضاقت الأرزاق وغضب رب الأرباب. إن الله يغار على أرضه كما يغار أحدكم على عرضه.
هذا الأرض عندها ربي أحبة رسول الله، الأرض هذه عندها مولاها. أنت عندك قطعة أرض يا أخي يجي يقيسوا فيها ولا يبنيوا فيها، تروح تجري لهم ولا لا؟ تروح تجري لهم. كذلكم ربك لهذه الأرض نتاع ربي سبحانه وتعالى. ضاعت الأخلاق فضاقت الأرزاق، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. من أين نبدأ أحبة رسول الله؟ منين أين تبدأ يا ابن آدم؟ منين نبدأ بإهانة العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. البارح أولادنا خرجوا عطلة، كملوا الامتحانات، أول حاجة واش داروها؟ مزقوا العلم، مزقوا الكرارس نتاعهم ورموهم في الأرض، فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها صلى الله على نبينا محمد، وفيها قال تعالى، ويعفسوا فيها وهم ماشيين أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدهى من ذلك والأمر، أساتذة، مجموعة من الأساتذة كمل العام هما خارجين، مجموعة من الطلبة اللي نقول عليهم طلبة ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا علما فقد فاز به، فقد فاز بحظ وافر. هذه العلماء ما ورثوا لا درهم ولا دينار ولا فيلات ولا قصور ولا أموال ولا ذهب ولا فضة ولا خدم ولا حشم ولا غيرها ولا سيارات فخمة، ورثوا العلم. أو العلم. أساتذة خارجين البارح، طلبة يسنوا في الأساتذة بواش؟ بالورود، بالكلمة الطيبة، بقول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا هذا ولا ذاك. يروحوا لسوق الخضر والفواكه، هذيك الشيء اللي طيشوه الخضار، يلموا البطاطا الفاسدة والبصل الفاسد، وينتظرون من؟ ينتظرون أساتذتهم. لماذا؟ يجوا خارجين الأساتذة والطلبة يطيشوا فيهم الخضر والفواكه. هذا يحدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائنا هم اللي راهم يديروا هكذا أحبة رسول الله. أين نذهب من قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ ترهب عدو الله بشكون؟ بمن يا أحبة رسول الله؟ بمن؟ البيض، حبة البيض دير 1200 أولاد شادين البيض ويرميوا في بنات الناس. شوفوا يا جماعة، هالأمة هذه الشيء اللي راهو يحدث فيها رانا مسؤول عليها كل، من أول رجل إلى آخر رجل، من القمة إلى الهرم، من الرئيس إلى الوزير إلى الإمام إلى الوالي كلهم مسؤول، إلى الوالدين إلى الأساتذة إلى الإدارة، الكل مسؤول على هذا. والله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم يا جماعة، هذه أمة محمد يحدث فيها هذا الشيء. وبكى القلب مرارة. لماذا؟ وبكى القلب مرارة. لماذا؟ وبكى القلب مرارة. لماذا؟ قال واحد ديما يقول الطالب علاش تعيط؟ علاش هذا الصراخ؟ احترم بيت الله. كان رسول الله قبل ما تكون على الإمام قدوته من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا اعتلى المنبر احمرت وجنتاه وارتفع صوته كأنه منذر جيشا. كان النبي كي يصعد المنبر ما يلعبش أحبة رسول الله، يرتفع صوت النبي على باله شاف الجنة وشاف النار وشاف العذاب وشاف النعيم وشاف كيف ستعذب الأمة وكيف سترحم الأمة، فأشفق النبي على أمته. أشفق النبي على أمته. ما نجمع نجوا الجامعة نقول معطيكم الصحة شكرا لكم، البنات هم عريانين، والشاب كل واحد شاب معه صديقة، والبيض شراو أعطيهم الصحة، شراو البيض وجاهم طيشوا في هذاك مشكورون وهي الروح. إن هذا الخطاب لا يكون الأمة راهي غارقة، يا الأمة راهي غارقة. أبكي وبكى القلب مرارة. لماذا؟ البارح في بوعروة، مسجد بوعروة، مسجد عمر بن عبد العزيز، يستحي الإنسان أن يذكر أسماء هؤلاء لأننا نذكر في أسمائهم ما نتبع فيهم. عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس حكم المسلمين 40 شهرا كانت عند الله خير من 40 سنة. حكم المسلمين 40 شهرا، 40 شهر برك، كانت عند الله خير من 40 سنة. بلغ من عدله وخوفه من الله وزهده، من قوة العدل نتاعو. الذئب والله يرعى مع الشاة يا أحبة رسول الله. شوف العدل، شوف ربي وش عطاها الأمة. مسجد عمر بن عبد العزيز تاع السينيستال هذا تحت هذا. امرأة البارح روسية هي وزوجها دخلوا الإسلام. أنقلكم إلى برج القرآن قبل أسبوع.
أمريكية أحبة رسول الله ترتدي الحجاب الشرعي، تحوس تتعلم القرآن. يا أمة محمد، يا أمة محمد، ماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن؟ أين نحن من هذا؟ ما يحشمش الإنسان على نفسه. أمريكية تزوجت هنا في الأنقار وجات هنا تحوس تقرأ القرآن، تريد أن تحفظ كلام الله عز وجل. لا إله إلا الله. روسية عرفت أن الإسلام حق. هذا البارح بارك مجد عمر بن عبد العزيز، مش نحكي لك على شهرين ولا 3 ولا عامين ولا 20 سنة. يا أمة محمد، احنا شوفوا مازال أمهاتنا وأخواتنا يديروا السحر. مولا محل قال لي طالب جيت خارج منه بعد صلاة الصبح نلقى امرأة هزة قرعة ودير لي السحر قدام الحانوت نتاعي. فرق شتان بين الثرى والثريا. فرح هنا وهناك قام المأتم، بيت ينوح وآخر يترنم. ربي قال وذكر. الأمة تحتاج إلى تذكير، الأمة تحتاج إلى همة. يا رجال الليل جدوا. من لهذه الأمة؟ من؟ نخلوا العلمانيين اللي قال لك افصل الدين على الدولة وكل واحد يعيش كما يحب؟ لا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. حتى الإعلام مسؤول أمام الله يوم القيامة. الإعلام والقنوات وما يبث في القنوات راكم مسؤولين على أمة محمد يوم القيامة. والله قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون. الإعلام يدير حصة يجيب مرأة عريانة، يجيب شاب داير مش عارف الضفيرة ولا بالسلسلة ولا خواتهم ويقول لك هذا نموذج يقدم لشباب أمة محمد. هذه نماذج. جيب مرأة فنانة عريانة وتقول درت الفتيات بناتنا. هل هذه نماذج تمدوها لهم؟ اسمعوا إلى النماذج. الآن نعطيكم نموذج فاسمعوه وعوه. لا خير في أمة يا أحبة رسول الله ما عرفت حق ربها ولا نبيها ولا القرآن العظيم. لا خير فيها. ما يقولوش احنا مؤمنين. الأمة اللي ما مشتش في طريق ربي وما حبتش ربي وما نصرتش دين الله وما نصرتش محمد رسول الله وما قرأتش القرآن وما اتبعتش هدي النبي العدنان ما تقولش راني مؤمن أبدا. اسمع إلى أمنا عائشة. هاي النماذج المخبية، النماذج المنسية، النماذج المهمشة. لماذا لا نتكلم عن هؤلاء؟ نحن مسلمين، نحن مسلمون موحدون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اسمعوا يا أمة محمد، فليسمع الرجال ولتسمع النساء. قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أمنا عائشة أي تذكر اليوم ما عندها لا انترنت، ما عندها لا فيسبوك، ما عندها لا تويتر، ما قرأت في الجامعة ولا في ثانوية، لا دارت لي كور، ما دارت والو. تعلمت من محمد صلى الله عليه وسلم، تخرجت من مدرسة النبوة. لقد كان اللي تبعوا هذا الكلام تاع ربي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. داروا محمد هو القدوة، كلهم نجحوا.